غير طبعا ان في صفقتين هتكلم معاكم فيهم، واحده تمت والتانيه على وشك. صفقتين مهمين جدا جدا جدا، وانا شايف ان هما هيبقوا حديث الناس في الفتره اللي جايه وهيقلبوا الوضع في النادي الزمالك. يا مساء الفل على احلى جماهير في الدنيا، وحشتوني جدا جدا جدا. يا رب يكون الجميع بخير وفي احسن حال. طبعا اكمالا لموضوع الصفقات، احنا اتكلمنا في قصه الصفقات وكنت قلتها لكم بالاسماء الناس اللي المفروض ان شاء الله هنشوفها جوه نادي الزمالك في يناير، وتقريبا حتى الان مفيش اسماء زادت عن اللي انا قلتهم لكم، وان شاء الله كل دول هيكونوا موجودين في يناير. لكن هناك خطر يهدد صفقات نادي الزمالك. خطر يهدد صفقات نادي الزمالك، غير طبعا ان في صفقتين هتكلم معاكم فيهم، واحده تمت والتانيه على وشك. صفقتين مهمين جدا جدا جدا، وانا شايف ان هما هيبقوا يعني حديث الناس في الفتره اللي جايه وهيقلبوا الوضع في النادي الزمالك. فخلينا نبدا الاول بالخطر اللي بيهدد صفقات نادي الزمالك. نادي الزمالك طبعا الكل عارف ان هو شغال على موضوع الصفقات، طبعا القيد الاول وخلص الحمد لله قصه القيد والقيد اتفتح، فبدا يشتغل على الصفقات واشتغل عليها زي ما بيقولوا على قدم وساق، وبداوا ان هم يشتغلوا وخلصوا في صفقات كتير، تقريبا حدود 15 صفقه. طبعا مش كلهم لازم يجوا في يناير، في ناس هتيجي في يناير وفي ناس في اخر السنه، اتفاقات وتعاقدات، يعني ان هو النهارده بالموافقه، وفي ناس خلصوا مع انديتهم وفي ناس لسه. لكن النقطه الاهم، الناس دي المفروض تتأيد، والنهارده يوم 30، فانت عندك مكان في القايمه دلوقتي فيها 30 واحد، فاحنا لازم نمشي لعيبه، يعني احنا عندنا لعيبه كتير، اسماء كتير ممكن تمشي. لو عايزنا اقولهم لك بالاسماء اقولهم لك، اسماء كتير يعني مش بتفيد النادي تقريبا. مش عايز اقول اكتر من كده لان هم برضو استيل داخل نادي الزمالك، واي حد دخل نادي الزمالك حتى لو مستواه متواضع انا لازم احترمه. لكن في اسماء كتير اعتقد لو الاداره في نادي الزمالك طلعتها بقى بيع، اعاره، استغنى، مش هتفرق مع الجماهير، لان هم اصلا الجماهير عايزه يبعدوهم عنهم. يعني انت عندك مثلا واحد زي رؤى، عندك واحد زي حاتم سكر، عندك واحد زي محمد طارق، عندك واحد زي عمرو السيسي، عندك واحد زي ابراهيم نضاي، عندك واحد مثلا زي ناصر منسي. بص انا قلت لك كام واحد؟ 5 6 تقدر تحط مكانهم لعيبه. والله ده انا لو من الاداره لو هقعده في البيت، والله العظيم لو هقعده في البيت، يعني استغنى عنه وقعده في البيت واقول له مرتبك هيجي لك، احسن ما يبقى موجود ومخسرني مكان لاعب وبرضه بياخد الفلوس. يعني انا احاول اسوقه. طبعا هو الوقت ضيق جدا، لاني اتحاد الكرة المصري طبعا قال ان هو مش هيمد القيد، وان القيد هيكون اخره في يناير زي الوضع الطبيعي. فنادي الزمالك دلوقتي يعتبر عنده ازمه، لكن الاداره الصراحه بتشتغل بشكل بروفيشنال جدا وشغاله بشكل كويس جدا جدا جدا. واحلى حاجه فيهم ان هم موزعين الشغل، يعني كل واحد عنده ملف، كل واحد عنده حاجه هو شغال عليها، كل واحد عنده اسلوبه وطريقته اللي بيطبقه في الحته بتاعته. فان شاء الله نادي الزمالك قادر، عشان بس الصفقات اللي احنا اشتغلنا عليها دي كلها ما نلاقيش في الاخر ان في 2. والزمالك محتاج، يعني انا وجهة نظري انا نص الملعب يعني محتاج تغيير كلي بما فيهم دونجا. من وجهة نظر انا، يعني انا شايف ان دونجا ممكن يعني كبيره يبقى بديل في نادي الزمالك، واخر السنه ممكن تخلص منه وممكن يجيب لك فلوس كويسه، او ممكن تبدله بلعيبه كويسه. فاقصد اقول لك ان انت لا، يعني نص الملعب محتاج ناس، فما ينفعش ان انت في اخر بعد ما عملت كل ده تيجي في الاخر تسجل صفقتين بس. الموضوع التاني الصفقتين اللي انا بقول لك عليهم بقى. اولا انا كنت طلعت واتكلمت معاكم ان نادي الزمالك على وشك التعاقد مع عبد الله السعيد، او في مفاوضات بين عبد الله السعيد، لكن مجلس الاداره كان مقسوم لنصين، نص بيقول لا ونص بيقول اه.
يبدو ان هم اتفقوا، وعبد الله السعيد داخل نادي الزمالك. وعبد الله السعيد على فكره ضحى عشان نادي الزمالك. يعني عبد الله السعيد سايب فلوس لبيراميدز، هو اصلا المفروض ان هو تقريبا اخره 6 شهور بس في عقده. وكان الاتفاق اللي بيراميدز كان عايزه ان هو لما يخلص العقد يعني ياخدوه من اول السنه، ونادي الزمالك كان عايزه في يناير. فالمفروض ان عبد الله السعيد ساب فلوس لبيراميدز مستحقاته، وكمان اتنازل تقريبا عن نص الراتب بتاعه داخل نادي الزمالك. فعبد الله السعيد جاي بالبلدي كده شاري الزمالك، شاري الزمالك وعايز يختم في الزمالك. وطبعا ده اصح شيء ليه. هو طبعا اكيد محتاج نادي جماهيري يبقى وسطه ويشتغل لما يخلص وجماهير تدافع عنه. حاجات كتير طبعا مهمه جدا 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 موجوده في النادي الاهلي ونادي الزمالك. بس بعديه بقى يتوالى بقى الاسماعيلي، بعد كده الاتحاد المصري وهكذا. لكن طبعا مما لا شك فيه يعني ان اهم ناديين في مصر هو الاهلي والزمالك. فهو طبعا صعب يروح الاهلي، فعايز يكون متواجد في نادي الزمالك. وزي ما بقول لك هو مضحي. وصفقه عبد الله السعيد ممكن تبص لها من جانبين، جانب سلبي وجانب ايجابي. هو دلوقتي صحيح سنه كبير، والسن ده اكيد هيأثر وهينعكس على لياقته وفنياته. لكن ارجع واقول لك برضه صراحه ربنا، عبد الله السعيد ما زال واقف على رجله، وما زال من اهم واخطر اللعيبه اللي موجوده في الدوري المصري، وممكن في ثانيه يقلب مباراه. فاقدر اقول لك ان عبد الله السعيد لا، لعيب مهم، لعيب مهم. وهو جاي عايز يعمل حاجه يختم بيها. ونادي الزمالك عنده 6 شهور على نهايه الموسم. عنده طبعا الكاس قدام النادي الاهلي، ودي تقريبا اهم نقطه في الفتره اللي جايه بعد الكونفدراليه، ان انت تاخد الكاس ومن النادي الاهلي، فده حاجه مهمه جدا طبعا. والكونفدراليه بس طبعا عبد الله السعيد مش هيقدر يشارك في الكونفدراليه، فهيبقى موجود معاك في الدوري ان انت توصل لمراكز كويسه. ممكن السنه الجايه مثلا لو قدرنا ان احنا نخش دوري ابطال بدل كونفدراليه، او تاخد مركز كويس يعني وتلعب على الكاس. فعبد الله السعيد لاعب مهم، وعبد الله السعيد داخل نادي الزمالك في يناير ان شاء الله. عندنا بقى الصفقه الثانيه، وانا من وجهه نظري شايف ان هي فيها كلام كتير قوي، ومن وجهه نظري شايف ان هي صفقه الانتقام او صفقه كيديه، صفقه فيها شر كده. ليه؟ بص يا سيدي، الصفقه دي هو سيف جعفر. سيف جعفر قريب جدا 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 من الرجوع لنادي الزمالك في يناير. المفروض ان في كلام دار ما بين الزمالك وسيف جعفر. طبعا سيف جعفر ساب الزمالك وراح بيراميدز السنه اللي فاتت، ولسه عقده ممتد مع بيراميدز. فنادي الزمالك بالبلدي كده قال له روح خلص نفسك وتعالى. وفعلا سيف شغال على ان هو يفسخ عقده مع بيراميدز، وفي اخبار بانه فسخ العقد فعلا او خلاص تم يعني. ومن المفترض ان انت ممكن تشوفه في يناير في نادي الزمالك. طيب دي صفقه، ايه الكلام اللي فيها وليه كيديه وليه الانتقام؟ اقول لك. اولا سيف ابن الكابتن فاروق جعفر اللي كان نازل قدام الكابتن حسين لبيب في الانتخابات، واللي كابتن حسين لبيب كسبه. فدي نقطه يعني اللي هو انا كسبتك وابنك معايا، فعارف انت الحته اللي هي ايه، انا منتصر. النقطه الثانيه ان ده سيف كان موجود في عصر المستشار مرتضى منصور، ومرتضى منصور اللي يعتبر ممشيه. فاللي هو انا بعمل اللي انا عايزه، ومش شرط اللي انت مشيته يمشي، ومش شرط اللي انت قعدته يقعد وكده يعني. فانا شايف ايه بقى؟ شايف ان كل ده ملوش لازمه. لان سيبك بقى من كل اللي انا قلته ده، هل سيف جعفر كفنيات واضافه لنادي الزمالك يستحق ان انت تعمل عشانه كده؟ ده غير طبعا الاهم من كده ان في نسبه كبيره جدا من الجمهور مش راضيه ومش عايزاه ومش حباه. فانت النهارده ممكن تزعل يعني جزء كبير من الجمهور، جزء كبير من الجمهور. ليه تعمل كده؟ ملهاش لازمه. يعني انا شايف فنيا صفقه ملهاش لازمه، مش اللي انت تعمل عشانه كده، مش اللي هيجي يعمل الاضافه اللي انت مستنيها. وبعدين طب ما احنا جبنا لاعب كويس جدا 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 اسمه احمد حمدي، ليه بقى سيف جعفر؟
ليه تفتح على نفسك مشاكل؟ ليه تخلي جزء من الجماهير يبقى زعلان منك وغضبان عليك بشكل ملوش اي تلاتة لازمه؟ بصراحه ربنا انا شايف ان دي اول سقطه لمجلس اداره نادي الزمالك. لو الصفقه دي تمت، حتى الان هي لسه ما تمتش، بس هي على وشك او على اعتاب نادي الزمالك. فاتمنى من مجلس اداره نادي الزمالك اللي هو يفكر في الموضوع تاني، عشان انا زي ما بقول لك شايف ان هي ملهاش لازمه ان احنا نعمل عشانها كده وتزعل جزء من الجماهير وتبقى شكلها مش حلو خالص، وممكن في الاخر اصلا يكون بيجس نبض الجماهير لو احنا جبناه. القصه دي كلها تكون معموله جس نبض مش اكتر ولا اقل، ولما يشوف ان ردود افعال الجماهير مش لطيفه فيرجع تاني عن الصفقه وما يكملش فيها. سلام.